السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يبارك لي فيكم، وحشتوني كتير كتير. تعالوا بقى نشوف النهاردة كده. الأول ندعي لإخواتنا في فلسطين إن ربنا يفك كربهم ويفك أسرهم، وربنا يجعل رمضان وشه حلو عليهم، والأيام المباركة دي وشها حلو عليهم، ويفك أسرهم إن شاء الله يا رب العالمين. بصوا بقى يا جماعة، ان شاء الله النهاردة هنعمل فيديو روتين لتنظيف رمضان، تنظيفات رمضان. جيت انا وآية مسكنا البيت فوق. الاول خدنا الأوضة بتاعتهم، مسكناها كده وقلناها هنروق بقى وننظف ونعمل روتين. هو مش روتين عميق قوي يعني، بس بالنسبة اللي احنا عملناه وكان حلو خالص. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، واذكروا ربنا الا بذكر الله تطمئن القلوب. ودايما كده كتروا من الدعاء في الايام الحلوه دي. كده مسكنا بقى الفرش كله لميناه. هنغسل بقى طبعا بعد ما نمسك الاوضه الاول ونروقها وننضفها. هنزل بقى انا بالغسيل وهغسل بقى يعني وكده. طبعا حشت الستاره بتاعت الاوضه بتاعتهم، اللهم صل على سيدنا محمد، ونفضت الشبابيك، ويعني وكان التنظيف حلو يعني عميق. وهننضف تحت السراير وكده حتى ان شاء الله لما نيجي ننضف ساعة العيد يبقى سهل علينا وما ياخدش معانا وقت وكده. وانتوا عارفين ان الايام بتاع رمضان دي طبعا بنيجي نبدا في التنظيفات في العشر الاواخر دول يعني نكتر من العباده ونذكر فيهم ربنا، فمش عايزينهم نضيع وقتنا في التنظيفات وكده. نحاول بقدر الامكان ان احنا الحاجات دي تكون خفيفه علينا. طبعا مسكت الخداديات، حطيتها بعد ما رفضت الشبابيك، حطيتها في الشبابيك للشمس، يعني شمس حلوه وكده تطهر اي حاجه. ومسكت كده السرير وآية وهننضف تحتيها، وهنمسح الحيطان ونهب الحيطان ونمسحها وهنظبط يعني وكده. لو بقى تعجبك الفيديو متنسيش بقى بلايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. انا عارفه ان انا بعوق عليكم في الفيديوهات، بس صراحه يعني انتوا اللي مش مشجعين، مش محتاجه دعمكم وتشجيعكم ليا يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي رسول الله. شايفين بقى طبعا هي اللي تحت السراير نضيف، مش ما فيش يعني مش لامم زباله كتير ولا وسخ يعني، بس برضو يعني هي زيادة التأكيد وكده عشان تحسي انت اصلا هتشم ريحه النظافه لما بتيجي تنضفي كل حته في المكان، بتحسي بريحه النظافه طالعه من المكان كده. هنبدا بقى نكرس اعزكم الله. كنت انا وآية بس كده خلاص بقى قربنا كده نخلص. وجبت جردل المسيح. طبعا ما تبصوش للميه، ده الميه انها غامقه كده، ده الميه انها فيها فينيك، فهي عشان كده غامقه. فقلت الآية بصي الآية بقى هنمسح وننضف تحت السراير، وبعد كده نرجع السراير مكانها، وبعد كده ان شاء الله باذن الله نفرشها ونمسك بقى نلمع السراير بقى من فوق والكوميدينات والحاجات دي ونخلص الاوضه ونقفلها ونخش على اوضتي يعني. كده خلاص خلصنا وهنرجع كل حاجه مكانها مرتبه وكده وهنفرش السراير وهنظبط الاوضه كده ونخليها تمام. وبعد كده نرجع نخش على الاوضه بتاعتي. بصوا كده يا جماعه، انا بحط الحاجات دي احتياط. ولادي عند ساعه بيقعدوا يذاكروا على السرير وسيب بيقعد كده يكب ميه ولا حاجه، وانتوا عارفين برضو ان في طفل صغير فما تضمنيش يعني، عشان بحيث ان المراتب تفضل نظيفه وكده. كل حاجه غاليه. انا بوريكم ما فرش عليه الا رمضان. لا اله الا انت سبحانك اني كنت منظما. هنخش بقى على السرير التاني، برضو نفس اللي عملناه في الاولاني هنعمله في التاني. تنظيف ونكنس اعزكم الله ونمسح تحته وكده وبعد كده نخش على نفرشه وكده. اللي عملته في الاولاني هنعمله في التاني. وهي الحيطان بسم الله ما شاء الله برضو نظيفه، مش وسخه وكده بس برضو حبانا نديها تلميح كده على الماشي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خلاص كده اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا زي ما انا قلت لكم محتاجه دعمكم بقى ليا وكده فكل سنه وانتم طيبين. اللي يعني يعجبوا قناتي وروتيني ما ينساش يعمل لي لايك وكده واشتراك في القناه يعني. عايزاكم تعملوا لي لايكات عشان اللهم صل على سيدنا محمد الفيديوهات تتشاف يعني وكده، لان القناه ساقطه خالص لها 3 سنين
ومش باينه خالص المحتوى بتاعها، مش باين خالص، لان والله العظيم بتعب خالص في القناه ومحتاجه دعمكم ليا. فبقت يلا ما تنسونيش بقى بدعمكم واشتراكاتكم بقى ليا وكدهتي ولايكاتكم الجميله كده، وتكتبوا لي كومنت. اهم حاجه تكتبوا في الكومنت انه تصلوا على الحبيب مصطفى عشان ناخد اجر مع بعض، يعني انت تاخدي اجر وانا اخد اجر. نكتر من الصلاة على الرسول كدهتي. وكمان بصوا لما نذكر ربنا تلاقي بسم الله ما شاء الله الحاجة، يعني هي بدايتها صعبة، تلاقيها بسم الله ما شاء الله يعني ايه خفيفة وكدهتي، وتلاقيها عدت على طول وكدهتي، ما بتتعبش يعني. لا اله الا انت سبحانك فاني كنت منظمة. من كده هرجع بقى السراير زي ما كانت اهي. ده كان السرير التاني، وهنظبط الدنيا وكدهتي ونخش بقى على الاوضه بتاعتي. دي طبعا اوضتي انا برضو هقلع الستاير بتاعتها وهاخدها معايا، ننزل تحت اخدها واغسلها. وبرضو خدت اللهم صل على سيدنا محمد، انا ما خدتش السجاد الكبير، خدت المشيات الصغيره وكده اللي حسيت ان هي ايه اللي هي يعني ايه مش نضيفه، او قلت السجاد الكبير ده ان شاء الله هنغسله على العيد يعني وكده. والمشايات الصغيرة دي أمرها سهل يعني وكده، فقلت ايه ناخدها والكبيرة نبقى نغسل كله على العيد وإن شاء الله بإذن الله كده يبقى روتين يعني تنظيف عمر كده يعني إن شاء الله كده. برضو خدت المفارش تحت بتاع السراير كلها عشان أغسلها، وهبدأ بقى إن أنا أغسل تحت وكده، وأنا في نفس الوقت وأنا بغسل امسك المشايات المشايات الصغيره كده السجاد الصغير هغسله، يعني نضرب عصفورين بحاجه. اخلص بقى كده. انتوا عارفين برضو نهار الشتاء قصير، فالوقت بيعدي على طول. احنا كنا صايمين في الايام دي، كل سنه وانتم طيبين. لان انا الفيديو ده مصوره لكم والله متهيألي لي كتير عن اسبوع او اسبوع، بس برضو والله ما الوقت اللي الايام ما بتفضاش فيه بتروح الدرس وكده عشان هي اللي بتمنتج لي الفيديوهات، وعشان كده تعودت يعني عليكم في الفيديو ان هو منزلش. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي رسول الله. زي ما انتم شايفين كده بقى هبدا اغسلها وهاخدها يعني اسيبها تتصفى وكده وهبدا ايه اطلعها يعني تنشف قبل ما اخلص غسيل، يكون هي ايه قبل ما اخلص يعني غسيل وتحكوسه كده وتروقها في البيت والتنظيفات وكده يكون هي ايه نشف. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا احنا لسه ما علقناش بقى زينه رمضان. بصوا يا جماعه انا صوتي تعبان لان انا عندي برد جامد. ان شاء الله باذن الله كده هنعلق برضه زينه رمضان وكده ونشوف الاجواء بتاع رمضان الجميله. والله العظيم بسم الله ما شاء الله ايام كلها ايام جميله ومباركه حلوه الله اكبر. كنت عايزه اقول بقى حاجه يا جماعه بس مش عارفه هي صح ولا غلط. هما بيقولوا ما ينفعش تقولوا رمضان كريم. هو كريم مش كريم ولا ربنا، وفعلا مش كريم ولا ربنا، بس هي معنات الكلمه ان رمضان كريم على الناس، يعني هي في خيره وبركاته الخير بيكتر فيه، فهو معنات الكلمه كده. الله اعلم بقى واعلم، الله اعلى واعلم. اللي كده اللي يكتب لي في الكومنتات هل صح ولا غلط ده معنات الكلمه اللي انا بقول لهم. بس ولادي بيقولوا لي يا ماما احنا سمعنا ما ينفعش تقولوا رمضان كريم رمضان مبارك. هو فعلا رمضان مش كريم الله ربنا، هو فعلا كده بس هي انا بقول لهم معنات الكلمه يا معنات الكلام لاولادي، يعني بقول لهم معنات الكلمه دي ان هو كريم الخير بيكتر فيه، وكريم في حاجات كتير الناس بتود بعضها في حاجات كتير، وخيره وبيكتر خيره وبركاته وكرمه والكرم بتاعه يعني وكده. فهي دي معنات الكلمه. انا ما اعرفش بقى هل صح ولا غلط المعنى ده، فالكده تكتب لي في الكومنتات وشوفي يعني صح ولا غلط. لا حول ولا قوه الا بالله. والله بسم الله ما شاء الله يعني ايه روايحه هله كده وروايحه جميله. انا بحب الشهر ده جدا جدا يا جماعه خالص. هي ايام ربنا كلها جميله خالص، وكل ايام ربنا مباركه وحلوه، بس تحس في الشهر ده حاجه حلوه قوي، تحس حاجه جميله. انا مش عارفه عني انا بحس كده وعايزاكم برضو تحسوا الاحساس ده. مش عارفه هو احساس جميل جدا. اول ما بيقرب يهل علينا كده تحس سبحان الله ان انت حاجه حلوه داخله عليكي كده، حاجه جميله ومبقاش عايزاه يخلص والله العظيم.
كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعوده علينا وعليكم وعلى العالم كله وعلى الأمة الإسلامية والعربية كلها بخير ويمن وبركات وسعادة وهنا وراحة بال، ويفك كرب اخواتنا في فلسطين. اللهم آمين يا رب العالمين، ويجعلها كده أيام حلوة عليهم، تخش عليهم كده بفك كربهم وأسرهم، وإن ربنا يقف معاهم. احنا مش بإيدنا حاجة إلا ندعي لهم ونكتر من الدعاء اليوم. اللهم آمين يا رب العالمين. بصوا بقى كده انا ايه بطلع من الارامي من الغساله واشاهد في الغساله التانية وكده، وفي نفس الوقت بغسل ايه زي ما انتم شايفين كده المشيات والسجاد الصغير. وانتوا بقى عارفين ورا الكاميرا كده غسيل بقى لاول غسيل. انا في اليوم ده غسلت 3 تثبت غسيل، كان غسيل كتير كتير كتير، مش عارفه الغسيل ده كان بيجي منين. ابص الاقي يعني يكتر كده، واجيب من هنا واجيب من هنا واحط هنا واعمل هنا، والبياضات مش عارفه ايه، فتلاقي بقى الغسيل ايه لم كده والغسيل كتير. فربنا يدينا الصحه يا رب، اللهم امين. بس والله العظيم في الوقت ده انا كنت تعبانه خالص فيه والله، حتى كنت بقعد اغسل المشايات دي شويه واستريح شويه، ضربات قلب سريعه وكنت نفسي عالي، وكنت بتعب خالص، وكنت ايديا بترتعش، مش قادره اعمل اي حاجه، كنت تعبانه خالص. فكنت اعمل شويه واقفل الكاميرا واقعد شويه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طبعا وبرضه مش راضيه احمل على اولادي، لانهم برضه بيعملوا معايا حرام وكده، وفي الدروس وكده بيتعبوا معايا، فانا كفايه يعني عليهم ايه الحاجات التانية وكده، لكن الحاجات دي ده صعبه يعني برضه عليهم، وكتر خيرهم. فوالله حتى آية كانت نازلة تحت مش عارفة كانت بتقولي على ايه، ولما لقيتني قاعدة بتقولي خلاص يا ماما هات انا اعمل معاك شوية، اعمل عنك شوية وكده، كانت في السجادة دي تقريبا، هات انا يعني هنغسل واحك معاك شوية فيها. رحت قلت لها لا خلاص اعملي شوية واطلعي شوفي انت هتعمل ايه. كانت هي برضو ماسكة الأوضة فوق عندي، كانت بتنضفها. الأوضة طبعا ما صورتهاش معاكم كتير، لأن هي يعني نضيفة كده ما فيهاش حاجات كتير يعني، وسهلة وكده. وهتشوفوا الروتين في الاخر، ويا ريت الروتين النهارده يكون حلوه ويديكم طاقه ايجابيه ويديكم نشاط وكده، وننشط بعضينا وندي طاقه ايجابيه لبعضينا. واللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي سنة. نشوف يعني ايه ندي معلومات حلوه كده لبعضنا، ونتعلم كده ونتنشط كده من بعضنا. بصراحه انا لما بشوف الفيديوهات اللي زي كده انا عن نفسي اهوتي اعوذ بالله من كلمه انا بتحس ان انت ايه عايزه تقومي ايه تشقلبي البيت من فوقيه من فوقيه لتحتيه. كنت برضو بكب كلور على السجاد عشان ايه ينضف شويه، يعني ايه يلمح كده. والله العظيم حتى اللهم صل على سيدنا محمد، زي ما انتم شايفين الرغاوه طالعه نضيفه وكده، بس احنا بنهد نفسنا على الفاضي. بس مش عارفه هي ده عادتنا بقى وكده، يعني ايه خدنا على كده وتعودنا على كده يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. وكان برضو فيه البطاطين اللي انا كنت بفرشها على السراير، برضو خدتها غسلتها، قلت عشان ايه كله ده كنت بغسله علي، فقلت هيبقى خفيف عليا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله علي، يبقى بقى يعني ايه الحاجه اللي اخدها في يومين او 3 مثلا او 4 اخدها مثلا في يومين كده، يعني تبقى خفيفه يعني وكده. وبرضه احاول ان احنا ما نضيعش الايام بتاع رمضان كده، انتوا عارفين بقى الايام دي كانت بتبقى عزومات وصيام وكده، فالواحد ايه يعني ايه يعني ما نتعبش الحاجه على نفسنا يعني. هي بصوا قاعده مش عارفه عند المصريين كلها ولا قاعده في عند الناس كلها عامه، يعني ان احنا ايه اللي هي التنظيفات على رمضان وعلى عيد ديتي. تحس ان الشعب المصري كله، انا بشوف كده عن نفسي حواليا في القرى اللي حواليا والبلد اللي احنا فيها دي عامه، يعني تشوف على العيد كده تلاقي الايام الاخيره دي تلاقي الناس كلها غسل الستاير والسجاد والفرش ومش عارفه، هي عامه كده هي خلاص عاده واحنا اخدناها يعني. وربنا يجعله يعني ايه عادة يعود علينا وعنكم بخير يعني. وهنمسك بقى بتقول لكم بصوا نظبط بقى البيبان وكده والصلاة هيتي، وشوفوا بقى آية كملوا مع آية واسيبكم بقى مع آية مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستنوا فيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل أيام علينا حلوة علينا وعليكم ومباركة علينا وعليكم إن شاء الله يا رب العالمين.
ننساكم اللي فات، نفكركم بأحلى الذكريات. أحلى حاجة في رمضان زي ما هو في كل زمان دايما بيجمعنا، حضن حد بتحبه ما يتعوضش بصورة قلب بعده، ولا ضحكة في التليفون زي ما تشوفها العيون واحنا مع بعض حاجة تانية. خيوط من نور تجمعنا من كل زمان ومكان، خيوط رابطة قلوبنا بنزين بها رمضان وتكمل لمتنا. Thank you.